اليوم غادي نهضروا على موضوع مهم كيتعلق بالبيئة والنظافة في المغرب. بلا شك الأغلبية فيكم سمعوا بشرطة النظافة أو الشرطة البيئية. الشرطة البيئية أو شرطة النظافة هذه الهيئة جديدة عندها دور كبير في حماية البيئة والحفاظ على نظافة الأحياء والشوارع والأماكن العامة بحال البحر والجرادي إلى آخره. شرطة النظافة دارت باش نقصوا من ظاهرة انتشار الأزبال في الأماكن العمومية، وباش تراقب أولا المواطنين والشركات اللي كيرميو الزبل في أي بلاصة بانت لهم خاوية، وكتراقب أيضا الشركات ديال جمع النفايات واش كيديروا خدمتهم ولا لا، واش موفرين للشعب فين يرمي الزبل ولا لا. شرطة النظافة كتخدم تحت إشراف السلطات المحلية وكتنسق مع وزارة الداخلية ووزارة البيئة. المهام الرئيسية ديال هاد الشرطة مراقبة النظافة العامة، يعني غتراقب واش المواطنين والشركات كيحترموا القوانين المتعلقة بجمع وإدارة النفايات. كترصد كذلك الممارسات الغير قانونية والغير أخلاقية بحال رمي الأزبال في الأماكن العامة والغير مخصصة لرمي الأزبال. مراقبة الأنشطة الصناعية والتأكد من أنها متوافقة مع المعايير البيئية. مكافحة التلوث بكل أشكاله، الهوائي والمائي والأرضي. وغتكون توعية والتحسيس. الجهات المختصة غتنظم حملات توعية باش تزرع ثقافة ديال النظافة وحماية البيئة، وهذا الشيء غتوليو تشوفوه في التلفازة وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وبطبيعة الحال غتكون غرامات مالية بالنسبة للناس اللي كيخرقوا هاد القوانين، وغادا تختلف هاد الغرامات، خفيفة على المواطن الفرد باش تكون ليه درس ما يرميش الزبل في اي بلاصة، وغرامات اللي غتكون ثقيله على الشركات اللي كيلوحوا الديشي ديالهم في الاماكن الغير مخصصه. وحنا كمواطنين كنبغيو نشوفوا الاحياء والمدن والاماكن العامه زوينه ونقيه، ولا كل واحد فينا رمى الزبل في الاماكن المخصصه بلا شك غنشوفوا بلادنا زوينه ونقيه. اش بان لكم في هذه الخطوه اللي دارت الدوله؟